اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس واتشر. كنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت على بيست بوي واكوالاد. النهارده هنتكلم على شخصيه جديده وهي تيرا، ناخد فكره عنها وعن قدراتها في الكوميكس. تيرا هي شخصيه تبع دي سي كوميكس او زوليا في الكوميكس. كان شهر ديسمبر سنه 1982. الكلام ده كان في العدد رقم 26 من سلسله الكوميكس نيو تين تايتنز على ايد الكاتب مارف وولفمان. هي اسمها الحقيقي هو تارا ماركوف، تبقى البنت الغير شرعيه لملك دولة أوروبية اسمها ماركوفيا. أبوها عشان يمنع الشوشرة بيبعتها أمريكا، هناك بتبقى مرتزقة، بتتعرف على ديس ستروك، بيبعتها في مهمة سرية، بتورط فريق تين تايتنز في معركة مع ديس ستروك، وبعد كده بتنضم للفريق، بترتبط ببيست بوي وبتفضل جاسوسة سرية لديس ستروك، وبعد سنة بتديله المعلومات اللازمة اللي بتخليه يعرف يخطف معظم عناصر فريق تين تايتنز. بنشوف ان جيريكو اللي هو ابن ديس ستروك ونايت وينج اللي هو ديك جريسون بيهاجموا مقر احتجاز التايتنز وبيتقبض عليهم هما كمان، بس جيريكو بيستغل قدرته في السيطرة على أجسام الآخرين، إن هو بيسيطر على جسم أبوه، بيضرب تيرا وبيحرر التايتنز. تيرا بتفتكر إن ديس ستروك بيخونها فبتتضايق، بتتجنن، بتدمر المكان وبتموت. بعد كده بنشوف إن الشعب مش بيعرف ان تيرا كانت سوبر فيلن بسبب ان التايتنز بيعملوا لها تمثال. بترجع تاني في قصة بلاك سنايت على شكل زومبي عشان هي بتكون عضوة في فريق البلاك لانتن كور، بيبقى معاها خاتم اسود. بتشوف ان دي فرصة تانية ليها انها تدمر فريق التايتنز. بتروح للتايتنز تاور، بتقابل بيست بوي، استدرجته، كانت على وشك انها تموته، بس هو بيشوف شكلها الحقيقي. هي بتقول له على فكرة انا الحاجة الوحيدة اللي دايما كنت عايزاها منك هي قلبك، وقبل ما تهاجمه ستار فاير بتحرقها وبتحولها رماد، بس هي بتعمل ريجنريشن. هي بعد كده بتموت على ايد اخوها اللي هو جايو فورس اللي بيحولها حجر. المفروض تيرا كان مقدر ليها انها تبقى واحده من النيو جارديانز ويبقى عندها قدرات، بس هي بتموت قبل ما الكلام ده يحصل. هي اتقدمت في الاول على انها انتي هيرو، بس بيطلع انها سوبر فيلن. المؤلفين بتوع الشخصيه دي قالوا ان هم كانوا عارفين من الاول خالص ان الشخصيه دي مش هتعمر في الكوميكس وانها هتبقى خاينه وهتتقتل بسرعه. سنه 1991 دي سي بتقدم واحده شبه تارا بالظبط، كان عندها نفس القدرات، كانت عضوة في فريق تيم تايتنز اللي جايين من المستقبل. القراء كانوا بيتساءلوا يا ترى هي دي ترى الأصلية ولا لأ، بس بعد كده بنعرف إن هي نسخة مشابهة ليها تماما، عندها نفس القدرات وشبهها على المستوى الجيني. هي كانت بطلة بس للأسف هي كانت غير مستقرة جينيا وبتموت. بعد كده سنة 2007 دي سي بتقدم واحدة جديدة اسمها أتلي. دي كانت بتنتمي لعرق من البشر، دول ساكنين في أعماق الأرض، هدفهم هو حماية الإيكو سيستم. بتاخد شكل بشري، بتاخد شكل طارة، بتبقى مماثلة ليها جينيا، بيبقى عندها نفس القدرات، بتقرر تبقى سوبر هيرو، بتبقى السايد كيك بتاعت باور جيرل. احنا دلوقتي هنتكلم على قدرات تارا ماركوف الأصلية. هي ايه قدراتها؟ هي كان عندها إمكانية التلاعب بكل أشكال المواد الأرضية، عندها تحكم كامل في الأرض والمعادن والحجر، مش معروف بالظبط التحكم ده كان عامل ازاي. بتعمل زلازل وهزات أرضية، عندها قدرة التلاعب بالجاذبية والقدرة على الطيران عن طريق استخدام الصخور اللي هي بتتحكم فيها. هي كان عندها اضطراب عقلي ومشاكل ذهنية، كراهية شديدة تجاه كل شيء وكل شخص من غير سبب. لما الموضوع كان بيزيد عليها كان صعب جدا ان يتم السيطرة عليها، بالاضافة ان ردود افعالها كانت غير متوقعة وده اللي ادى لوفاتها. احنا دلوقتي ممكن نتكلم على ظهورها في الاعمال الفنية. لو هنبتدي بالمسلسلات فنسخة تارا ماركوف ظهرت في مسلسلات الانيميشن تين تايتنز، تين تايتنز جو، يونج جاستس اوتسايدرز، ونسخة أتلي ظهرت في مسلسل هارلي كوين. لو هنتكلم على ظهورها في الأفلام فنسخة تارا ماركوف ظهرت في أفلام الأنيميشن تين تايتنز جو فيرسس تين تايتنز، تين تايتنز ذا جوداس كونتراكت، جاستس ليج فيرسس تين تايتنز، وظهرت في 5 ألعاب فيديو جيمز أشهرهم دي سي ليجو سوبر فيلنز. بس كده دي كانت حلقة سريعة جدا اتكلمنا فيها على كل ظهور تيرا في الكوميكس. ظهورها كان قليل نوعا ما، واتكلمنا عن النسخ اللي ظهرت بعد كده. انا عايزك دلوقتي تقولي في الكومنتس انت ايه رأيك في الشخصية دي، انت كنت تعرفها قبل كده ولا لأ. احنا الحلقة الجاية هنتكلم على حاجة جديدة. لغاية الحلقة الجاية ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.